اكبر كدبه بتقولها لنفسك قبل اي زياره: انا احسن مندوب. انا كنت فاكر ان التحفيز يعني افضل اقول لنفسي انا جامد، انا هبيع، انا هقفل الاوردر، انا مفيش مني اتنين. لكن كنت لما بدخل على عميل وبلاقي اول اعتراض، الكلام ده كله بيقع. لحد ما واحد زميلي علمني حاجه مختلفه تماما. قال لي بدل ما تقعد تقول لنفسك انا احسن مندوب، قول لنفسك انا عندي منتج بيحل مشكله حقيقيه، وانا داخل اشوف هل المنتج ده هيحل مشكله العميل ده ولا لا. الموضوع بسيط، ممكن يكون منتجك مناسب للعميل ده ومش مناسب للعميل ده، وخليك صريح مع نفسك ومع العميل عشان تكسب على المدى الطويل. بصراحه انا لقيت الجمله دي اهدى واصدق، وخلتني ادخل الزياره من غير ضغط ومن غير خوف. لان هدفي ما بقاش ان انا عايز ابيع باي طريقه وخلاص، هدفي بقى اني اعرف هل المنتج اللي معايا ده هيفيد العميل ولا لا. والغريب ان لما بقيت ابطل اقنع نفسي بكلام كبير، بقيت اعرف اقنع العميل بشكل اسهل. والعميل اللي مناسب ليا بس هو اللي كان بيشتغل معايا، وشغله كان بيبقى مختلف تماما. الخلاصه: ما تكذبش على نفسك ولا على العميل، قول الحقيقه، لان الحقيقه بتديك ثقه اكتر من اي كلام تحفيزي ومن اي وعود كذاب. قول لي بقى، ايه الجمله اللي هتبدا تقولها لنفسك من بكره قبل اي زياره؟